السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل مسقعة بالبتنجان المشوي. معانا هنا أول حاجة الحلة أو الطاسة اللي هنعمل فيها، هي سريعة جدا ومفيهاش أي حاجة. حطينا شوية زيت حلوين يعني كتار شوية. بعد كده هنحط عليهم بصلاية متقطعة قطع صغيرة، وهنقلبهم في الزيت كده لغاية ما البصل يصفر معانا كده، يعني اول ما يدخل على الصفار كده، يعني ما نصفروش قوي. بعد كده هننزل قرن فلفل رومي كبير كده متقطع قطع، ولو حابين طبعا تحطوا فلفل حراق زي ما تحبوا. بعد كده ما يدبلوا مع بعض كده ويصفروا شوية مع بعض، هنحط نص معلقة من الثوم او معلقة صغيرة من الثوم حسب بقى كمية الثوم اللي انتوا حابين تحطوه، وهنشوحهم كده بالظبط يعني لغاية كده ما نحس ان هما داخلين كده على ان لونهم يتغير. بعد كده هنحط طماطميتين متقطعين قطع وطماطميتين مخلوطين في الخلاط او مضروبين بالهاند بلندر. انا مش عايزة الطماطم تبقى ناشفة قوي ومش عايزاها تبقى صيصة قوي، يعني مش عايزاها زي الطبيخ كده. وهنحط معلقة من هريسة الشطة، وهنحط كمان معلقة صغيرة من السكر، وهنحط رشة من الكمون ورشة من الكزبرة، وهنقلبهم ونسيب بقى الطماطم تتسبك شوية، يعني قبل ما تخش كده على التسبيك، يعني قبل ما تنشف خالص زي ما انتوا شايفينها كده الزيت كده ابتدى يظهر. هنحط بقى البتنجان المشوي. طبعا كلنا هنعرف ازاي نعمل بتنجان مشوي، بنشويه على البوتاجاز او في الفرن، وبعد كده بنقشره وبنقطعه قطع، يعني ما بنهرسهوش، بنقطعه قطع كبيرة شوية كده بالسكينة، ونحط نقطة خل بسيطة جدا عليه علشان بس ما يغمقش معانا. وبعد كده بقى هنقلب ونسيب البتنجان بقى يستوي شوية كده او يشكشكوا مع بعض ويندمجوا مع بعض كده. احلى مسقعة هتعملوها وهتعجبكم جدا جدا، مختلفة جدا عن البتنجان اللي هو متحمر، وخفيفة جدا. وهنحط طبعا الملح اخر حاجة زي ما انتوا شايفين. وطعم كده البتنجان المشوي فيها الدخنة دي بتاعت البتنجان مخليها حلوة جدا وسريعة وما بتاخدش اي حاجة. مش بقى نقعد نقلي البتنجان في الزيت وكده. بجد انا اول مرة اجربها وعجبتني جدا جدا، وان شاء الله هعتمدها وهعملها على طول. يعني طبعا اللي هي بالبتنجان المقلي حلوة برضو مش وحشة، بس دي كده يعني اللي ما جربهاش، طبعا في ناس مجرباها كتير، مختلفة وحلوة وخفيفة كده. للي طبعا مش حابب يبقى يعني الآلية كتير في الأكل هتعجبه جدا جدا. وهنا بقى بندقها زي ما انتوا شايفين البتنجان طري بقى كده وحلو ودايب معاها، تتغمس وخفيفة. حابين تحطوا عليها بطاطس مقلية زي ما تحبوا، بس هي كده مش محتاجة أي حاجة. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا وهتعملوها على طول. زي ما انتوا شايفين متسبكة حلو ومش مصيصة خالص. طبعا اهم حاجة لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.